ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جديدة، واللي اتمنى برضه ان هي تنال اعجابكم، واللي ان شاء الله هتكون بعنوان التاريخ المريب. وطبعا زي ما كلنا عارفين ان طالما كان في قوانين كتير لكسرها، كان في المقابل في مباني اكتر لاحتجاز الاشخاص اللي كانوا بيخالفوها. وعلشان كده النهارده هنقوم مع بعض بإلقاء نظرة سريعة على بعض السجون اللي تم توثيقها في صفحات التاريخ كالأكثر رعبا على الإطلاق. بس يا ريت لو سمحتم قبل ما نبدأ تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولما المستكشف الرسمي ويت شامبرمان أندروز، وده كان بمثابة المدير المستقبلي للمتحف الأمريكي، قام سنة 1918 تقريبا بالوصول للسجن في مدينة إرجا، واللي بالمناسبة هي عاصمة منغوليا، لكنه ما قدرش يصدق أبدا اللي شافه هناك. فالمساجين في المكان ده بالتحديد كانت إقامتهم أسوأ من كل الأماكن التانية، فهم كانوا عايشين بشكل أساسي في توابيت، واللي مساحتها كانت بتوصل لحوالي 4 في 3 أقدام، وكان مسموح لهم بالوصول من خلال ثقب واحد بس طوله كان بيوصل ل6 بوصات علشان ياخدوا حصتهم الغذائية أو البطاطين في الشتاء، وده برضه كان أمر نادر الحدوث أساسا. والحراس كانوا بيقوموا بتنظيف الصناديق دي مرة واحدة بس كل بضعة أسابيع، ده لو افتكروها أصلا. وعلى النحو ده كان نادرا ما السجين كان بيتشاف بره زنزانته، وحتى لو قدر يعيش لفترة كافية كان برضه للأسف بيحصل له ضمور خطير جدا في عضلاته نتيجة قلة الحركة طبعا. وتاني سجن معانا، وده اللي من المحتمل على فكرة يكون هو المستعمرة العقابية الأكثر رعبا في التاريخ، ده حتى الجزيرة اللي هو فيها اتسمت بعد كده بجزيرة الشيطان، وده لأن هي شافت حوالي 60,000 سجين بيقوم بالإبحار ناحيتها، بس للأسف فيها 2000 واحد بس نجوا منها وفضلوا على قيد الحياة. ونابليون الثالث الفرنسي اختار الجزيرة دي سنة 1852 بالتحديد، لأنها كانت تقريبا من المستحيل الهروب منها، والمساجين كانوا دايما بيبقوا ملتزمين بالأعمال الشاقة طول النهار، وعادة بيقوموا بقطع الأشجار وبناء طرق طويلة ما بتنتهيش لأي مكان بدون أي فايدة كمان. وبالليل كان بيتم ربطهم بإحكام وتركهم بعد كده لوحدهم في الظلام الدامس علشان تيجي الخفافيش مصاصة الدماء وتقوم بلدغهم وتصيبهم بداء الكلب. وعلى فكرة كمان أشهر سكان الجزيرة في الوقت ده كان هو ألفريد درايفوس، واللي هو نقيب فرنسي بس اتدم بالخطأ بسبب الخيانة، وكمان أونرا شرير واللي كان نزيل في الجزيرة بس قدر إن هو يهرب منها، وكتب بعد كده المذكرات بتاعته عن الفترة اللي هو قضاها هناك. والكتاب اللي سماه بابليون اتعمل منه فيلم شهير تم إصداره سنة 1973، وكان من بطولة ستيف ماكوين وداستن هوفمان. ونروح بعد كده لسجن هومسبرج المشهور، واللي اتبنى سنة 1895 في مدينة فيلادلفيا، واللي هي تعتبر أكبر مدينة في ولاية بنسلفانيا كلها، واللي حصلت فيه بعض الأحداث الغريبة جدا، واللي أشهرهم إن الوكالات الحكومية وشركات الأدوية أخضعوا نزلاء السجن لاختبار تجريبي كان خطير جدا للعقاقير. فطبيب الجلدية واللي كان اسمه ألبرت كليجمان، وده المخترع للكريم المشهور اللي اسمه ريتين ايه، واللي بيعالج حب الشباب وكمان اللباب السام، استمرت تجاربه على المحبوسين هناك لأكتر من 20 سنة كاملين، وتحديدا يعني من سنة 1951 لغاية سنة 1974 كليجمان كان بيقوم بتقطيع طبقات من أجسامهم وبعدين يقوم بإصابتها بأمراض جلدية مختلفة، واللي أشهرهم كان الأسيليت فوت، وده اللي بينشأ عادة بين الصوابع. وبعد كده حكومة الولايات المتحدة حطت اللوائح الفيدرالية واللي كانت بتتعلق بالدراسة الطبية والسجون سنة 1978 تقريبا. ودلوقتي نتجه بسرعة كده لجزيرة جالاباجوس، واللي تم استخدامها من قبل الأقوى دول، واللي الخسائر العاطفية فيها تجاوزت الخسائر المادية بكتير كمان. فالحراس أجبروا كل السجناء على بناء جدار ارتفاعه كان بيتعدى 65 قدم، بس برضه بدون أي سبب وبدون أي داعي. والمساجين قضوا سنوات طويلة مقدسين حياتهم كلها لرفع الأحجار علشان يقدروا يبنوا الجدار ده، واللي على فكرة ما راحش لأي حتة بعد كده، ومحدش من الحراس استفاد منه حاجة
غير مجرد ابقاء الناس دول بس شغالين وخلاص. ويقال ان السجن ده استمر في نشاطه لمدة 20 سنة تقريبا في نص القرن ال19، ومرة تانية بداية من سنة 1946 لغاية سنة 1959. والمسجونين طول الفترات دي اتصابوا بالجنون وبالهوس وبالمرض والجوع وفقدان الأمل كمان. والسجن الخامس معانا هو سجن الولاية الشرقية، واللي تم افتتاحه سنة 1829 في فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا برضه. وبالمناسبة ده كان يعتبر أول سجن تم إنشاؤه في العالم كله. وطبعا زي ما احنا عارفين كلنا، فمن الناحية الفنية السجن هدفه الأساسي هو تشجيع البشر على التوبة والاستغفار بدلا من مجرد حبسهم ورمي المفاتيح بعد كده. وفي البداية فعلا سجن الولاية ده حاول ان هو يحقق الهدف ده بعزلة صارمة جدا لكل المساجين. بقى الحراس كانوا بيحبسوهم في الزنزانات معظم فترة العقوبة، مع احتواء كل زنزانة على مساحة صغيرة من أجل وصول الهواء. وبعد كده تم تخفيلهم لمنعهم من التفاعل مع الحراس أو التعرف على المبنى نفسه. وفي الحقيقة السجناء اتكتب عليهم إن هم يعيشوا حياة رهبانية تماما كنوع من أنواع المحاولة للتصالح مع خطاياهم. حتى بعد ظاهرة المؤلف المشهور اللي اسمه تشارلز ديكنز للأسر ده، هو بنفسه اللي قال إن العبث البطيء واليومي بالإضافة كمان لألغاز الدماغ اللي ما بتنتهيش أبدا بيعتبروا أسوأ بكتير قوي من أي عذاب للجسد. والسجن السادس معانا واللي بيتمثل في التصميم الهندسي المعماري الجميل اللي قدامكم ده، واللي اتسمى باسم كليمنان جيل، واللي اتبنى سنة 1796، واللي موجود في دبلن واللي هي عاصمة جمهورية إيرلندا، واللي تم إنشاؤه من الأساس كرد فعل على كل المشاكل اللي كانت بتعاني منها السجون القديمة في البلد دي. ففي الوقت ده بالتحديد هي كانت بتعاني من مجاعة كبيرة جدا. والغريب إن حصل وقتها ارتفاع كبير في عدد الجرائم، واللي على فكرة كان مقصود علشان المجرمين يضمنوا إن هم هيتقبض عليهم ويتم وضعهم في السجن. بس هناك أكيد هيحصلوا على كمية قليلة بس إلى حد ما مرضية من الطعام. وتم استخدام السجن بعد كده كمنشأة كاملة لاحتجاز كل السجناء اللي كان بيتم إرسالهم إلى أستراليا. وده طبعا أدى إلى امتلاء هائل في العدد ونقص حاد جدا في الموارد اللي موجودة. ده حتى الأطفال والرجال والنساء كلهم بقوا بيتسجنوا وبيعيشوا مع بعض، وعادة كانوا بيكونوا 5 في كل زنزانة. ويقال إن أحيانا كان بيتم غصبهم على النوم في الممرات. وعلى فكرة في مرة من شدة المجاعة اللي كانت موجودة، في واحد من مفتشين السجن قال إن المخلوقات البائسة دي كان بيتم إجبارهم على الاستلقاء على القش في الممرات وغرف النهار في السجن، دون أي إمكانية لغسل أو استبدال ملابسهم المتسخة بالملابس المناسبة. ونتيجة لكده المرض والجوع انتشر في جميع أنحاء السجن، وحصلت بعد كده أكتر الفترات الدموية، واللي كانت بداية من مايو سنة 1916 لما الضباط قاموا بالقضاء على أكتر من 10 من القادة الوطنيين في انتفاضة عيد الفصح عن طريق الرمي بالرصاص. بس في الوقت ده في واحد من الرجال واللي كان اسمه جيمس كولني اتصاب بجروح بالغة جدا أثناء الوقوف أمام صف البنادق، فحملوه على نقالة وتم ربطه في الكرسي واتنقل بعد كده للقصر في دبلن، بس يقال ان هو مات هناك بعد وقت مش طويل. واخر سجن هنتكلم عنه النهارده هو جزيرة روبن، واللي اشتهرت بكونها واحدة من السجون اللي احتجزت الراجل السياسي المشهور نيلسون مانديلا، واللي التاريخ بتاعها كان واسع جدا بقدر ما هو مخيف كمان. فالهولنديين أسسوها في الأساس في القرن ال17 أثناء استعمارهم لجنوب أفريقيا، وبمرور الوقت بدأت تبقى تحت سيطرة مستعمرين مختلفين، واللي خلوها تخدم العديد من أغراضهم المختلفة. فهي أصبحت كسجن سياسي في الأول، وبعدين بقت محطة لصيد الحيتان، وفي الآخر بقت موقع عسكري للحرب العالمية التانية كمان. وبناء على سيرة نيلسون الذاتية، فهو والسجناء التانيين اللي معاه كانوا بيشتغلوا في محجر الجير، وللوعج المستمر للشمس فيه كان بيؤدي لتلف دائم في العين. وكمان ما كانوش بياخدوا غير كمية قليلة جدا من الطعام والشراب والملابس، وكانوا دايما بيتعرضوا للعنصرية بشكل يومي. وده شيء ما كانش غريب بالنسبة لجنوب أفريقيا أثناء نظام الفصل العنصري.
وبمجرد وصول مندية رحب بيه الحراس بتوع السجن وقالوا له إن هي دي الجزيرة اللي هو هيموت فيها. لكن في النهاية اتضح طبعا إن الحراس كانوا مخطئين، لأن مانديليا تم إطلاق سراحه من السجن سنة 1990. وقدر كمان إن هو يحقق التميز في كونه أول رئيس لجنوب أفريقيا يتم انتخابه في انتخابات ديمقراطية تمثيلية بالكامل. وبعد كده بوقت قصير تم إغلاق السجن ده، وبقى بيعتبر واحد من أهم مواقع التراث العالمي. وعلى فكرة مسموح للناس إن هي تقوم بعمل جولات وزيارات لزنزانة نيلسون مانديلا لغاية وقتنا الحالي ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، وأتمنى إن هي تكون عجبتكم، واستنوني المرة الجاية في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التاريخ المريب، وأشوفكم على خير إن شاء الله.